أحبة المشاهدين، أحبة المتابعين، متتبعين قناة عصام عقيل، حياكم الله جميعا سواء في الداخل في الخارج، كبار صغار نساء. المهم، طبعا اليوم الفيديو عن مباراة اليمن ومنتخب الإمارات، وهي مباراة ودية ولكن لديها طابع خاص. طبعا كما تعرفون أن المنتخب فاز بعدة نتائج هذه الأيام، والإمارات لديه منتخب قوي، ولكن في الأخير ماذا سيكون ومن سيفوز بهذه المباراة؟ طبعا حبينا نطلع بهذا الفيديو حسب ما طلب من الجمهور، أنا أطلع أتوقع هذه المباراة. فأنا قلت هي مباراة ودية، ولكن شفت أن الجمهور متحمس زيادة عن اللزوم، فاضطريت أن أطلع أن أسوي لكم التوقع البهلواني الذي أنا أتوقعه دائما، وفي أغلب الأحيان يصادف هذا التوقع صحيح، وبعض الأحيان يكون أقرب إلى التوقع. طبعا منتخبنا اليمني لديه هجوم من العيار الثقيل، وهم محمد الداحي وحمزة محروس، وهناك قاسم الشرفي. طبعا هؤلاء اللاعبين أقوياء بشكل عام، فغني عن التعريف. طبعا أنا ضروري أننا أتوقع، وحسب توقعي أنا الشخصي، أن المباراة قوية. طبعا الكل عارف أنها قوية، ولكن النتيجة كم يا عصام النتيجة؟ طبعا منتخبنا حسب ما أعتقد أنه سيفوز بنتيجة 3-1 أو 2-0، هذا حسب توقعي أنا أحس توقعي. إذا كان عندكم أنتم رأي آخر أو توقع آخر اكتبوا لي أسفل الفيديو في التعليقات. المهم أصدقائي المشاهدين والمتابعين، هذا كان فيديو لهذا اليوم. وطبعا إذا حبيتم أن تشتركوا في قناتي فأهلا وسهلا، وإذا لم ترغبوا عادي اكتبوا تعليق، اضغط لايك. المهم إلى اللقاء في مباراة جديدة. وطبعا